السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم كل متابعين، يا رب تكونوا كلكم بألف خير. ما تنسوش تسموا بالله وتصلوا على الرسول في التعليقات، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لو انت جديدة يا ست الكل، ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد. بصي بقى، البيتزا دي بالظبط زي البيتزا اللي بنشتريها جاهزة ويمكن أحلى كمان. بصوا المطة الجميلة دي بتاعت الموتزاريلا، بصوا كده القطعة بقطعتها وطرية وهشة وجميلة. بتتعمل بقى في التوقيت الجميل اللي احنا فيه ده، بما ان الجو حر قوي، فعايزين نعمل كده بيتزا نفرح الولاد. هاتي بواقي التلاجة اللي عندك ويلا بينا نعمله احلى بيتزا. بصوا كده انا حطيت ايه، حطيت 3 كوبايات من الدقيق، وعليهم مكعب من الزبدة ومعلقة من المايونيز ورشة ملح وخميرة، ونزلت عليهم المية الدافية واحدة واحدة كده لحد ما يتعجن. وطبعا مكعب الزبدة المايونيز اللي احنا حطيناها بتفرق جدا 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 في البيتزا، وبتخلي العجينة حلوة قوي وطرية وهشة زي ما انتوا شفتيها. يمكن من كتر الهشاشة تقدري كمان تطبقيها. بصوا خلاص كده عجنتها، عجيني بقى فيها، ولو عندك عجين ارميها في العجان وحطي كده معلقتين زيت، وسيبيها ربع ساعة او نص ساعة لحد ما تخمر، لان زي ما انتوا شايفين الجو حر جدا. بصوا بقى خمرت معايا وارتفعت قد ايه. اديها بوكس كده، وطلعي كل همك فيها علشان يطلع الهواء منها وتبتدي تعجنيها. اول ما اختمرت معايا واتأكدت من جودة العجينة، ابتديت ان انا اطلع الصينية بتاعتي، حطيتها فيها رشة زيت وشغلت الفرن بتاعي على درجة حرارة 180. الرف الاول مش هتاخد منك وقت خالص. طبعا جيبي بقى النشابة وطلعي ايه العجينة، فرديها كده يمين وشمال لحد ما تتفرد معاكي. اول ما تتفرد وتملى الصينية وتبقى متساوية، نجيب الشوكة كده وننزلها كويس قوي، علشان خاطر ده بيفرق في العجينة. سيبيها كمان 5 دقايق تختمر بعد ما عملتي الشوكة، تكوني مجهزة الصلصة بتاعتك. ولو مش عارفين الصلصة بتاعة البيتزا بتتعمل ازاي قولولي، ما حبيتش اطول الفيديو عليكم. نزلي الصلصة كده وحطي بقى الفلفل الكوبي والطماطم والزيتون واي حشوة موجودة عندك في التلاجة. عندك بواقي بسطرمة، بواقي فراخ، اي بواقي عندك في التلاجة حطيها. انا كان عندي فراخ كده ستريبس قليتها وحطيت عليها. دلوقتي الفرن سخن معايا. هدخل البيتزا بتاعتي دي رومي مبشور علشان خاطر ادخلها، وبعد كده هحط الموتزاريلا. بعد ما 10 دقايق بالظبط بتفتحي تحطي موتزاريلا وتفتحي عليها الشوايه، تطلع بالشكل الجميل ده. بتمنى وصفتي النهارده تكون عجبتكم، ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامه. حلو كانت تسوي ايه تاني؟ صورة وهي بتتقطع. طب وقفي، مش لازم تقفلي خالص.